السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم إن شاء الله. اليوم نقدم معكم فطائر سهلة وبسيطة، رغم أن خص الإنسان يوجد الحشوية الأولى ويوجد العجين وعاد ينتقل باش يصاوب. يعني هي ماشي مرحلة سهلة كما كتشوفوا، ولكن غير بشوية بشوية حتى نحصلوا على النتيجة. أنا عندي شوية ديال البصلة خضارية، الفلفلة مقطعة مربعات، شويه ديال الخيزوم مبشور والقرعه مبشوره، درت معهم شويه ديال الملحه والبزار، زدت عليهم طريفات ديال الدجاج مقطعين. وفقط هنا في هذه المرحله هذه زدت شويه ديال الكركم فقط، ما درتش الفلفل الاحمر لاني غادي ندير صوص صوجا تعطيني اللون. دونك غادي نطيبها وغادي نطفي عليها. انا زدت شويه ديال الصوص صوجا، كتعطيها واحد الفتاوى ومذاق رائع. هنا عندي الشعريه الصينيه، انا عندي قطع فقط غادي ندير غير النصف ديال هاد الكميه. هاد الباكيه كتكون فيها 4 وما شاء الله فيها كثيره والجوده ديالها عاليه جدا. غادي نفزقها بالماء حتى ترطب وغادي نقطعها ونضيفها على الخليط ديالي. الفطائر كتجي رائعه وكتجي ناشفه. انا شويه ديال زيت العود اللي استعملت، من بعد كندير طريفات ديال الزيتون، قطع زيتون، اي نوع الزيتون عندكم فيكم ديروه، فيكم تستغناو عليه. ما درتش الفرomاج. بالنسبه للعجين ديالي هنا انا عجنته فقط بماء وملح وقريصه ديال الملحه، قريصه ديال الخميره عفوا، يعني باش ما تخمرش فوق القياس ديالها. وهنا سمنت العجينه الاولى، درت 2 المسمنات كبار، غادي نفرقهم على 4 باش يعطوني 4 ديال القطع في كل وحده. هنا بالنسبه هنا كنفرقها بالزيت والزبده والدقيق وخميره كيماويه، يعني الخميره حمراء، بيكين باودر. صافي كنسمنها مزيان، كنورقها مزيان مزيان مزيان. انا كتعطيني داك الفيوطاج وكتجي كتقرمش. هاد العجينه هذه يمكن لكم تعتمدوها حتى في الحاجه الحلوه، يعني بحال البتي بان، بحال تحشيوهم بلا كريم باتيسير ولا بالشوكولاط. هنا كتشوفوا انا غنفرقها بهذيك ديال البيتزا، كل وحده غنفرقها على 4 وغادي ندير الحشوه في الوسط ونشكلها بالشكل اللي انا كيعجبني. انا درت هنا 4 مستطيلات ودرت 4 بشكل دائري حلزوني وسديتهم. هاد الحشوه فعلا كتجي رائعه، كتجي ناشفه ما ميدماش، ما كتشوفوا على الطريقه. كنقطعوها على هذا الشكل. هذوك الاولين تقطع لي المقطع ما صورتوش، يعني غير كنحطها وكنلف في الجناب وكنجمعها. بالنسبه لهذه كندير هاد الشريطات هادو باش يعطيوني شكل. راه ما درتش فيها لا بيض لا والو، حتى الدهين ما دهنتهاش بالبيض وكتجي لون رائع. من طبيعه الحال في العجين كنديروا واحد المعلقه ديال السكر اللي كتعطي داك الحميرار، ولكن في الدهين ما دهنتوش. ما كانش عندي حتى الحليب، البنات كان عندي اللبن في الثلاجه دهنته باللبن. والله الا جا رائع رائع، يعني داكشي اللي عندنا في البيت كنخدموا به، ما نكلفوش على راسنا شي حاجه اللي فوق الطاقه. انا كتشوفوا دوك المربعات شرطتهم، وبالنسبه للدوائر درتهم بهذا الشكل، وهذا لون وقرمشه.
كيجيو بنان، كنتمنى تجربوهم. ورمضانكم كريم وكل عام وأنتم بخير. إلى اللقاء في فيديو قادم بإذن الله.